اضطراب الشخصية النرجسية أو Narcissistic Personality Disorder. أنت ممكن تكون عايش مع واحد منهم في البيت وأنت ما تعرفش. ممكن يبقى أبوك، ممكن يبقى أخوك، ممكن تبقى مراتك، ممكن تبقى خطيبتك، ممكن يبقى جوزك، ممكن يبقى أي حد من دول. طب إيه مواصفات الشخصية دي؟ أول حاجة، حب الذات المفرط، بيعشق نفسه. لازم اي حاجة بيعملها يكون هو اجمد واحد عملها. ده انا النهاردة في الشغل عملت حاجة مفيش مخلوق قدر يعملها. ده انا النهاردة صحباتي كانوا مش عارف ايه ولولايا كان الموضوع كله باظ. حتى لو اللي بيعمله ده او اللي بتعمله ده حاجة لا تذكر او حاجة تافهة جدا. تاني حاجة، لازم طول الوقت تشكر فيه وتعجب بيه وتقعد تمدح فيه طول الوقت. ياه على اللبس الجميل اللي انت لابساه، ياه عليك وعلى قصة شعرك اللي اتجنن، يخرب بيت جمال امك، ايه يا ابني اللي انت لابسه ده، ايه يا بنت اللي انت عاملاه ده، يا ده انت القمر يقول لك انزلي وانا اقعد مكانك، انت ازاي جميلة بالشكل ده. ده الواحد لازم يسجد شكر انك موجودة في حياته. قلة التعاطف مع مشاكل الناس التانية. يعني انت لو جيت تحكي له اي مشكله، ده انا حصل لي مشكله، يقول لك لا 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 استنى انت بس، ده انت لو تعرف اللي حصل لي، ده انت لا لا ده انت المشكله اللي انت فيها دي اي كلام، اسمع بقى شوف انا عمل ايه اللي حصل لي. ولازم هيعلي عليك. يعني انت مشكلتك لا لازم طول الوقت يعلي عليك، يحسسك ان مفيش حد في الكون عنده مشاكل غيره، ولازم يتفه من اي مشكله انت بتحكيها له. رابع حاجه، بيستغل كل الناس اللي موجوده حواليه عشان يوصل للحاجه اللي هو عايزها، وبمجرد ما يوصل لها مع السلامة يا معلم، هيدي لك ظهره ولا كأنك كنت موجود في حياته. خامس حاجة، الإحساس بالعظمة وإن هو أفضل من كل الناس اللي حواليه. ده بمجرد كلامه معاكوا ده بيتنازل. يعني ده لو راح فرح العريس والعروسة هم اللي معازيم عنده، مش هو اللي رايح. يعني سادس حاجة، صعوبة تقبل النقد. أنا آسف أنا قلتها غلط، استحالة تقبل النقد. الباشا ما بيغلطش او الهانم ما بتغلطش، وانت لو جيت واجهتها او واجهته بالمشكلة اللي هو عملها، يا اما هيتجاهلك يا اما هيرد بعصبية شديدة جدا، انما يعتذر لك حاشا وكلا. حب السيطرة والتحكم، دايما هتلاقيه او هتلاقيها هي اللي بتاخد القرارات، ولو الحاجة ما اتعملتش زي ما هي او هو عايزها بالظبط، لا ده انت يومك اسود. ده بالاضافه كمان ان انت ما تقدرش تعيش من غيره. ليه؟ لان هي الهوى اللي انت بتتنفسه او هو الهوى اللي انت بتتنفسه. الغيره من اللي حواليه او كل اللي حواليه غيرانين منه. يعني هي في الحالتين صح. يعني مثلا لو شاف حد ناجح، لا 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 ده اكيد واخد فلوس من ابوه. لو شافت واحده احلى منها، لا لا دي اكيد عامله عمليات، مفيش حد كده. لازم هيحاول يقلل من كل الناجحين اللي حواليه. على فكرة البني آدم النرجسي ده بيبقى واجهة شيك حلوة، هو عايش في دور ان هو ناجح وانسان جامد قوي، بس هو من جواه خايف من الفشل. انسان ضعيف هش جدا. هو ابسط حاجة هو خايف يخسر الواجهة دي قدام الناس. طبعا النوع ده ناجح جدا انه يمثل دور الضحية طول الوقت. في الاول ما هتعرفه او اول ما هتعرفها هتلاقي نفسك يا عيني دي غلبانة، يا حرام دي مظلومة، يا خراشي كل الناس وحشة وكخة، ياه انت قد ايه مكسورة الجناح ومهيضة الجناح. بس مع الوقت هتبدأ تكتشف ان ده تمثيل في تمثيل. طبعا النوع ده هيعرف يضحك عليك فترة من الوقت، بس بعد كده هتبدأ تعرف ان دور الضحية ده مجرد تمثيل. طبعا الشخصية اللي من النوع ده بيبقى صعب جدا تمسك عليه او تمسك عليها اي حاجة. هتلاقيها طول الوقت او هتلاقيه طول الوقت بيضغط عليك وبينرفزك وبيخرجك عن شعورك لغاية ما تنفجر ويقول لك شفت انت زعقت لي، انت شتمتني، انت اللي بتعمل فيا كده. وتلاقي نفسك يا عيني بدل ما هي كانت غلطانة فيك انت بتعتذر لها وبتحاول تسترضيها بأي شكل، وهم خبرة جدا في قلب الترابيزة. طبعا ما هم صح طول الوقت وانت اللي غلط طول الوقت. الشخصيات اللي من النوع ده بيبقى صعب في الاول انك تكتشفها، وبعد كده بتحس ان انت مش مبسوط او مش مرتاح. طبعا علاج الناس اللي من النوعية دي لازم علاج نفسي، وفي ادوية بتتاخد للناس والشخصيات اللي من النوع ده، بس لازم اول حاجة هو يعترف ان عنده مشكلة، وده طبعا بيبقى صعب جدا النوع ده من الاشخاص انه يعترف ان عنده مشكلة. خد بالك يا حبيبي منك ليه من الشخصية النرجسية، وخليك راجل. حلو التيشيرت بطوط حاجة كده